نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بأهلي وأحبابي وإخواني في هذا اللقاء الأسبوعي فضفضة إيمانية. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مش هقول غير وحشتوني، ويعلم ربي سبحانه وتعالى قد ايه انا بحبكم في الله. وزي ما بنقول دايما، والله هي مش لازمه ولا كلمه يعني عابره بتتقال يعني بلا رصيد في القلب، لكن هي فعلا كلمه انا حاسسها، واعتقد ان انتم حاسينها. الحمد لله رب العالمين ان انا بحبكم في الله، وبتمنى الخير والله لكل مسلم ومسلمه. وأقسم بالله سبحانه وتعالى إن ما تكاد تمر علي، مش هقول فريضة بل أقول سجدة، إلا وأنا أدعو فيها لكل مسلم ومسلمة. بتمنى الخير لكل المسلمين في الدنيا، والسعادة في الآخرة، والنعيم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. كان الواجب المرة اللي فاتت لو تفتكروا، معلش احنا بنحب دايما نذكر بعض بالواجب من باب قول المولى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. نفسنا ناخد ثواب، نفسنا ناخد شوية حسنات، نفسنا نجمع ونحزم شنطة حسنات كده عشان لما نخش القبر ربنا يكرمنا نلاقي القبر منور. أسأل الله عز وجل أن ينور قبورنا جميعا بنور الإيمان والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب كان المرة اللي فاتت لو تفتكروا يا جماعة كان حفظ سورة القمر والرحمن وقراءة تفسير جزء قد سمع. الواجب المرة دي برضو احنا بدأنا يعني نيسر ونخلي المسألة بسيطة شوية. الواجب المرة دي حفظ سورة الواقعة والحديد، يبقى كده خلصنا بفضل الله 4 أجزاء. والواجب الجنبي يعني بحفظ سورتين فقط، الواقعة والحديد، وقراءة أو مراجعة التفسير بتاع 3 أجزاء، جزء عامة وتبارك وتسمع، يعني مراجعة خفيفة كده عشان ما ننساش تفسير هذه الآيات الكريمة، عشان ربنا يكرمنا بقى وننتقل من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على الجزء الخامس. لو خلصنا ال5 أجزاء ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ونتم القرآن مع بعض. هنبدأ بعد كده إن شاء الله من سورة البقرة. سورة البقرة يعني ما شاء الله سهلة، والقرآن كله سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقبل ما نبدأ الحلقة أحب أن أدعي لكل طلاب المسلمين أن ربنا ينجحهم وييسر لهم كل خير. أسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين، أسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين، أسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين. قولوا آمين. طيب يعني المخرج بيقول آمين، تقريبا حد عنده في دراسة، هو نفسه عنده امتحانات ربنا يحفظه. اخونا المخرج ربنا يحفظه الاستاذ محمد المدني، اخ فاضل، ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناته وميزان حسنات اخونا الفاضل الاستاذ هاني البنا ودكتور عاطف عبد الرشيد، دولت زي ما بيقولوا الجنود المجهوله التي تعمل وراء هذا الخير، فربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتهم. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا عن مسألة تيسير الزواج للشباب وفتيات المسلمين، وأنا من هذا المكان والله بناشد كل أب وكل أم بالله عليكم يسروا الزواج للشباب المسلمين، عشان يعني تضيق دائرة الفواحش والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتنفتح بقى دائرة الخير، وربنا يكرمنا بالبيوت المسلمة التي تنشأ على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان نشوف ذرية صالحة، ذرية طيبة ما شاء الله يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم والأنبياء يوم القيامة. وزي ما قلنا في أول الحلقة، يعني زي ما بقول لكم والله أنا بحبكم في الله، وزي ما قال شيخنا الحبيب الشيخ يعقوب ربنا يحفظه، بيقول: وليه ما حبكوش في الله؟ صح فعلا، يعني ليه ما تتحبوش؟ إذا كان قدام حضرتك وقدام حضرتك على الدش أكتر من 500-600 قناة، ورغم ذلك سايبين كل القنوات ديت وجايين عندنا عشان تسمعوا هذا الخير، يبقى لازم تتحبوا في الله. اللي زيكم ازاي ما يتحبش؟ إن ما كانش اللي زيكم يتحب، امال مين اللي يتحب؟
فربنا يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن مع المتحبين في جلال الله سبحانه وتعالى. حقيقة تعالى بقى نبدأ درس الليلة دي. احنا عمالين بنكمل في موضوع الزواج، وكل مرة هيبقى فيه عنوان معين وحاجة مخصوصة نبتدي ندردش ونتكلم فيها. المرة الأولانية اتكلمنا عن الترغيب في الزواج، والمرة الثانية اللي فاتت اتكلمنا عن تيسير الزواج، والمرة ديت إن شاء الله هيبقى عنوان الدرس أنا عايز أتجوز. طبعا مش أنا، ده عنوان الدرس عشان يعني لا تكون أم عمار قاعدة تتفرج على الدرس ولا حاجة. وطبعا احنا الحمد لله جامدين وما بنخافش يعني الحمد لله. وده بيفكرني بواحد كان بيدردش مع صاحبه، بيقول له لعلمك بقى انت ما تعرفنيش، انا في بيتي اسد. عارف يعني ايه اسد؟ غضنفر. كل الناس بتخاف مني لما اخش البيت، اللي قاعد ينام واللي ينام قاعد ويقعد واللي واقف مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ وكل الناس بتخاف مني، اسد بجد. ومراتي بتخاف مني موت. عارف يعني موت؟ بس ابوس ايدك اوعى تقول لها، واخد بالك؟ فصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعنوان درس الليله دي انا عايز اتجوز. انا عايز اتجوز، وده شعار كل شاب وكل فتاه. نفسي اتجوز صحيح بجد، كل شاب نفسه يتجوز، بس يتجوز ليه؟ ويتجوز ازاي؟ ويتجوز امتى؟ دي مسألة مهمة قوي، دي اللي هنتكلم فيه النهارده. ان انت عايز تتجوز، طبعا الجواز شيء جميل، ده من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هي دي سنة حبيبك. ما عندناش رهبانية في الإسلام يا جماعة. الأصل إن المسلم لازم يتجوز، إلا إذا كان عنده عذر ولا يستطيع الزواج ولا يستطيع البقاء، دي حاجة تانية خالص. إنما الأصل إن أنت لازم تتجوز، والأصل إن أنت لازم تتجوزي. إن تقدم لك كفء إنسان على دين وعلى خلق، لازم تقبلي، ربنا يبارك فيكي إن شاء الله. طيب لكن قبل ما نتجوز أو قبل ما هم يتجوزوا يعني، وبنتكلم الشباب والبنات، أنا عايز أتجوز. عايز تتجوز ليه؟ فين النية؟ لو عملنا استفتاء يا جماعة مع بعض الشباب وقلنا لبعض الشباب انت لما تعوز تتجوز بتتجوز ليه؟ فالحقيقة انا عملت استفتاء عن نفسي مع بعض الشباب، فبسأل بعض الشباب، شباب عادي يعني، منهم الملتزم ومنهم غير الملتزم، فبقول له انت لو عايز تتجوز هتتجوز ليه؟ فالحقيقة كان عندي اجابات كده معينة جمعتها من الشباب يعني. فواحد منهم بيقول لي عادي يعني بتجوز زي ما الناس كلها بتتجوز. الناس بتتجوز انا اتجوز، ابويا اتجوز، امي اتجوزت، وعمي وجدي وخالتي وكل العيله اتجوزت، فانا لازم اتجوز. هو هقعد كده ابقى نشاز يعني؟ فاهم ازاي؟ ادي ده رايي من الاراء. الراي الثاني، واحد بيقول انا عايز اتجوز عشان استقر ويبقى لي بيت وزوجه واولاد، ولا واحده تحضر لي لقمه نظيفه وهدمه جميله، ولا البيت منظم ومنسق، واظبط حياتي بقى كده واستقر بدل الشتات اللي انا فيه. ده رايي برضه. الراي الثالث، واحد بيقول انا عايز اتجوز عشان اعف نفسي، خايف عن نفسي من الفتن، خصوصا بقى الفتن بتاعه القرن ال21 تختلف تماما عن اي فتنه تانية. سبحان الله، تجد زمان كان الفتن يعني اقصاها ممكن تلاقي مثلا واحده ماشيه كشف شعرها مثلا ولا كشف ايديها. لا دلوقتي ربنا يعافينا ويعافيك، اللي ماشيه لابسه ستريتش واللي لابسه جيبه واللي نسيت خالص، المهم يعني ايه، ربنا يعافينا ويعافيك. فاهم ازاي؟ فهو عايز يعف نفسه من الفتن دي عشان ربنا يكرمه ما يوقعش نفسه في فتنه تضيع عليه دينه ودنياه. طيب ده رايي برضه من الاراء. رابع حاجه او رابع راي من الشباب بيقول هي سنه الحياه، وكاس ولازم نشرب منه، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. كده كده بدل ما هقعد ما لازم اتجوز عشان بكره لما اعجز واكبر الاقي حد يخدمني وحد يشيلني. دي اراء. الحقيقه الاراء كلها مش وحشه، بس في راي اجمل من ده كله، وهو ده الاصل بقى. لا انا بتجوز عشان ربنا امرني ان اتجوز، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان اتجوز. فانا بعمل الجواز ده او بتجوز اولا امتثالا لامر الله، ثانيا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا عشان دي خطوة لإقامة بيت مسلم يوحد ربنا ويعبد ربنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، رابعا عشان أعف أخت مسلمة، خامسا عشان أعف نفسي، سادسا عشان ربنا يكرمني بذرية صالحة تعبد ربنا وتوحد الله سبحانه وتعالى. الحقيقة في نوايا كتيرة جدا جدا لمسألة الزواج. المسألة مش مسألة قضاء وطر، وزي ما قلت قبل كده في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، الزوجة دي مش أو الزواج عموما مش مسألة قضاء وطر وبس، لا ده أنت بتتجوز زوجة لها أحاسيس ولها آمال ولها أحلام ولها يعني أشياء خصوصيات، فلا بد أن أنت كزوج تراعي كل هذه المسائل، تراعي أحاسيسها، تراعي مشاعرها، تراعي نفسيتها، تراعي أن أنت تحاول تسعدها بأي طريقة. وزي ما هنيجي نتكلم ان شاء الله، لسه بقى احنا هنتكلم في مواضيع كتيره جدا، يعني الموضوع ده ان شاء الله يمكن يتطرق فيه لحوالي 10 دروس ان شاء الله، ففي كل مره هنناقش حاجه معينه. فلما نيجي نتكلم عن الحقوق والواجبات قلت ما فيش حاجه اسمها حقوق وواجبات طالما في اتنين بيحبوا بعض. وده اللي بقوله دايما، ان انا لما اكون بحب زوجتي انا نفسي اسعدها، نفسي زي ما بيقولوا كده يعني العوام يقول انا نفسي اجيب لها حته من الشمس.
بس لو جاب لها حته شمس ده ممكن تولع. المهم يعني ايه، يعني هو بيقول التعبير ده، واخد بالك، نفسي اجيب لها حته من الشمس. هي برضو نفس الحكايه، نفسي اجيب له الدنيا كلها واحطها بين ايديه. هو ده الحب، ان انا بضحي عشان زوجتي وهي بتضحي عشاني. شيء طبيعي، انا تربيت تربيه معينه وهي تربت تربيه معينه، انا في بيئه وهي في بيئه. شيء طبيعي، لا يمكن يكون يا جماعه في توافق كامل بين الزوجين في كل حاجه، صعب جدا. ايه المفروض هنا بقى اللي يتعمل بين الزوجين؟ ان انا اتنازل شويه، طالما الامر ما يكونش فيه تنازل على حساب ديني. خدوا بالكم المساله، على حساب الدين لا يمكن، انا ما فرطش ولا يتفرط، لان في عندنا نص من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعه لمخلوق، اي مخلوق، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الطاعه المطلقه انما تكون لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. اما لغير الله ولغير، لان الطاعه دي لها شرطين. ايه هما الشرطين؟ الاستطاعه والمعروف، ان يكون في قدرتي ان انا اعمل حاجه زي كده. يعني اديك مثال، لو ان حد امرني ان انا انقل جبل من مكان لمكان، لا طاعه، لان انا ما اقدرش انقل جبل، واخد بالك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، لو حد طلب مني ان اعمل حاجه فيها معصيه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. يبقى اذا انا بحاول ان انا انفذ لها اللي هي عايزاه، وهي تحاول ترضيني بما لا يتعارض مع شرع الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده تتآلف القلوب. المسألة مش مسألة ان انا اثبت لنفسي ان انا راجل. الرجولة والله لا بالشخط ولا بالنطر ولا بالضرب ولا بالتكشير الانياب لا مش كده، مش بالمنظر ده. الرجولة الحقيقية ان الانسان يكون مؤمن بالله وينقذ زوجته وياخد بيدها للجنة. ربنا سبحانه وتعالى ايه قال؟ ايه قال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. دي الرجولة الحقيقية. في فرق بين الذكورة وبين الرجولة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، دي الأنواع. إنما الرجولة الحقيقية، الرجولة في الإيمان بالله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دي الرجولة الحقيقية بجد بجد. احنا عايزين بقى رجالة، نفسنا نلاقي رجالة بجد، نفسنا نلاقي راجل بيتحمل مسؤولية، راجل بيسعد زوجته. الرجولة مش ان انت تشخط في زوجتك وتزعلها وتنيمها زعلانة وتقول نفذت اللي في دماغي، لا بالعكس. ده انت ممكن لما تتنازل عن حاجة جواك انت نفسك تعملها عشان خاطر ترضي الزوجة المسكينة اللي هي أسيرة في بيتك دي، سبحان الله، ربما تكون هي دي عين الرجولة. شوف قد ايه، وهي تشيلها لك بجميله وعمرها ما تنساها لك ابدا. تقول ما انساش ابدا يوم ما خرج وفسحني في المكان الفلاني من غير معصيه ولا اي حاجه، في حين ان هو كان جاي تعبان من بره ومش قادر، بس حس ان انا مخنوقه فحب انه يفرج همي. ما انساش ابدا يوم ما كنت مريضه فدخل جوه البيت يظبط الشقه ويروق ويعمل المواعين وحاجات كده، انا فاهم ازاي، عشان خاطر ان انا مش قادر اقوم اعمل حاجه. ما انساش ابدا لما جه من بره لقاني عيانه فدخل حضر الاكل وجاب لي الاكل، اتفضلي يا حبيبتي، وبدا ياكلني في بقي، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واللقمه يضعها الرجل في امرأتي له بها صدق. الله، شوف المعنى بقى الجميل ده. مشاكل كتير يا جماعه اتحلت بقعده كده مع الزوج والزوجه على الاكل. والله العظيم، زوج قاعد مع زوجته حبيبته فحطت الاكل قدامه وبدا ياخد اللقمه، بسم الله افتح بقك يا حبيبتي، ويحط لها اللقمه في بقها. والله العظيم ليها اثر لا تتخيلون، لا تتخيلون. حط اللقمه كده في بقها وحس بالسعاده، بس خد بالك من ايديك يعني. المهم يعني ايه يعني هتلاقي ليها اثر جميل جدا، هتعيش حياتك في سعاده وسرور. اسال الله عز وجل ان يملأ بيوت المسلمين جميعا سعاده وغبطه وسرورا. والله 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 بتمنى ان كل بيوت المسلمين تتملي محبه وموده ورحمه، وان كل زوج يحب زوجته بجد. وزي ما بقول لك، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ده نتكلم عنه إن شاء الله في مسألة كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك. أنت لو كاره من زوجتك خلق معين، حاجة معينة مش عاجبك فيها، أكيد هتلاقي فيها يا أخي حياة تانية كتيرة، وكفاية فيها ميزة إن هي إنسانة مؤمنة، إنسانة صالحة، إنسانة دينة، إنسانة تعرف ربنا، إنسانة محجبة، إنسان عندها حياء، بتسمع كلامك، بترضيك، بتربي ولادك، بتحضر لك أكلك، بتغسل لك لبسك. يا أخي اوعى تنسى الخير ده كله اللي الزوجة بتعمله، وده من باب الوفاء. ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا يا رب يملى بيوتكم جميعا رحمة ومودة ومحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يبقى المسألة، أنا بتجوز ليه؟ أنا بتجوز لله، أنا باكل لله، أنا بصلي لله، أنا بشتغل لله، أنا حياتي كلها لله، أنا كل على بعضي وقف لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حاجة في حياتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنت حضرتك بتقول وأنا أول المسلمين، وحضرتك بتقولي وأنا أول. سبحان الله، في تسابق
بنسابق بعض عشان ربنا يكرمنا ونخش مراتب الجنة. المسألة مش مسألة دخول جنة وبس، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في سوق الجنة. المسألة مش مسألة دخول جنة، المسألة مسألة إن إحنا عايزين نرتقي في درجات الجنة. فربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى. من ضمن الأشياء الجميلة إن إحنا عايزين الليلة دي نتكلم عن مش مسألة بقى أنا عايز أتجوز وبس، لا، أنا عايزين نشجع الشباب على الجواز بجد. أنا شايف كتير من الشباب عنده حالة يأس. يعني المخرج بيقول لي يا ريت تشجعنا الجواز، هشجعك ان شاء الله النهارده. انا مش هطلعك من هنا لما تتجوز ان شاء الله. فمعلش هو بيكلمني في السماعه طبعا، انتوا مش واخدين بالكم. المهم يعني فايه، سبحان الله، عايزين نشجع الشباب على الجواز. الشباب كتير قاعد ومفيش في دماغه فلان انت مش هتتجوز منين؟ طب ما فكرتش؟ خلاص الموضوع بالنسبة لي يعني مقفل، وشفت تجارب قد كده واللي بيحصل وبعدين سبحان الله. وبعض الناس بتحبط الناس في موضوع الزواج، يعني كان ازاي حتى في الإعلام، حتى لما يعوزوا يهزروا تلاقي واحد يقول للتاني اتجوزت لو اتجوزتش، يقول له لا ده انا اصل الجواز اصلي ده الجواز ده ما فيش غير متعة بس اول شهر وبعد كده كله نكد، وممكن الواحد يحصل له ويجي له امر. يقول له يا راجل ازاي؟ ده انا اعرف واحد صاحبي اتجوز وقعد 3 سنين ما شاء الله، يعني ما شاء الله، وماسك نفسه وثابت، الله اكبر، واخد بالك؟ لكن بعد 3 سنين الحمد لله جاله بيري ولين عظام وسكربوت وحوالي 2 سنين ومات. لا يعني سبحان الله، معنى كده بنكرر الناس في الجواز. واللي يقول له اصل انا هتجوز منين؟ ده المرتب بيخلص يوم 3 بسيطه، قال له جوز يوم 2، واخد بالك؟ فلا يعني مش عايزين نحبط الشباب، عايزين الشباب يتجوز بجد، عايزين الشباب يفكر. انا بستغرب والله العظيم، والله الواحد لما عايز يتجوز اقسم بالله العظيم الواحد كان يعني يمتلك حاجات بسيطه جدا، لكن بحسن ظن بالله وتوكل على الله واخذ بالاسباب خش بس في موضوع الجواز وهتلاقي كل حاجه اتيسرت والله وعن تجربه. وانا واثق ان شاء الله هتبعتوا لي رسائل ان شاء الله تقولوا لي يعني ان احنا فعلا خضنا التجربه الجميله دي واتجوزنا وربنا ييسر، وربنا بييسرها بجد. فاهم ازاي؟ 3 حق على الله يعونهم سبحانه وتعالى، من خد بالك المعونه فوق الرزق، حاجة تانية زيادة يعني، واخد بالك؟ كان من بينهم ايه؟ الشاب الذي يريد العفاف، او الناكح الذي يريد العفاف. عايز تتجوز ربنا هيكرمك وييسر لك كل اسباب الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى، بس توكل على الله واستعن بالله سبحانه وتعالى. طبعا انا بشجعك بجد على ان انت تخطو خطوه. تقول لي معيش، اقول لك روح اتجوز. ابتغوا الغنى في النكاح. عايز تبقى غني، عايز يبقى معاك فلوس، عايز ربنا يكرمك ويوسع عليك، روح اتجوز. سبحان الله، كان ليا اخ حبيبي كان يقول لي انا لما كانت الدنيا تضيق في وشي كنت اقول لزوجتي حاجه من الاثنين، يا تجوزيني يا اما ربنا يكرمك وتحملي. فتقول له لا احمل احسن، سيبك من الجواز. المهم يقول ايه، سبحان الله، كان يزيد الرزق جدا لما يقبل على الزواج، في يعني اول ما يتجوز ربنا ييسر له رزق زياده، ولما كان بيخلف كان ربنا يسوق له ارزاق كتيره جدا. ودي هديه بقى للناس اللي بتكره خلفه البنات، والله العظيم يعني سبحان الله